بتعرف انه البيت الشامي القديم كان يجمع مياه الامطار قبل ما يكون في شبكات للمي بقرون كتيرة؟ مو لأن المطر كان غزير، لأن أهل الشام كانوا يعرفوا قيمة كل قطرة مي. لما كانت الأمطار تنزل على الأسطح ما كانت تروح هدر، كان في مسارات وقنوات صغيرة مصممة بعناية تجر المي لمكان محدد داخل البيت، ومن هنيك كانت تنزل المي لخزانات تحت الأرض ما حدا كان يشوفها إلا أصحاب البيت، وتبقى المي مخزنة لأشهر طويلة تستخدم بالحياة اليومية وقت الحاجة. يمكن البيت الشامي ما كان مجرد مكان للسكن، كان نظام ذكي متكامل للاستفادة من الطبيعة. والغريب إنه هالفكرة اللي منسميها اليوم حصاد مياه الأمطار كانت موجودة ببيوت الشام من مئات السنين. لهيك كل ما شفت بيت شامي قديم تذكر إنه مو بس جميل من برا، بل كان مليان حلول هندسية سبقت زمانها. وهلأ السؤال لإلك، لو اليوم رجعنا نستخدم نفس الطريقة القديمة قديش ممكن نوفر من استهلاك المياه؟ اكتب لي رأيك بالتعليقات.